اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان وصحيحه بخير. في الفلوق اللي فات قلت لكم غادي نتشارك معكم العراضه. المهم الفلوق اللي فات شفتونا فاش مشينا تقدينا شرينا كاع داكشي اللي خاص، وهنا جا نهار العراضه، نهار قبل العراضه اللي غادي نحاولوا نوجدوا فيه كل شيء. لانه الغد اللي غادي نتفرغوا غير للطياب، فغادي نوجدوا كل شيء. طباسل، طوابل، كل شيء. اول حاجه بديت بالدار. الدار دار ليها الميناج، مسحوا الشراجم، تجفات. صافي ناضيه كما كنقولوا، ما خاصها حتى شي حاجه. وغادي دابا غادي نبدا نوجد في الطوابل. المهم هنا كاينه طابله واحده، غادي نحاول نزيد طابله اخرى. كاينه غير هذه، غادي نزيد طابله اخرى. غادي نكحز هذه اللي لقمت لهيه، وغادي نزيد طابله اخرى. غادي نجيبها من الصالون الاخر ونزيدها حدا هاد الطابله. المهم كما قلت لكم احسن حاجه انكم تقدروا ديروها هي انكم توجدوا كل شيء في الليل، لانه مني الغد لي يلا غنتفرجوا نتفرغوا للطياب. وهنا بالنسبه للطباسل فاحنا اختارينا هذا السيرفيس الابيض باش يجينا مع كل شيء. صافي هنا وجدت كما كتشوفوا معايا الكيسان ديال الماء، الكاغيط، المهم كل شيء حتى شي حاجه ما نسيتها باش الغد ليه كما قلت لكم تفرغوا للطياب. صافي هنا وجدت الطوابل، ها هما كتشوفوا الطابله الاولى والطابله الثانيه. صافي ناضيين، ما خاصهم حتى شي حاجه. باقي خاصن غير شي جوج ديال المويسات، غادي نحطهم هنايا في كل طابله، نحط فيها جوج ديال المويسات وصافي. وحتى البخور باش حتى شي حاجه ما ننساها، البخور حتى هو حطيته هنا والمبيخره. صافي هنايا بالنسبه للدار ناضيه واجده، ما خصها حتى شي حاجه. ف يعني نحاولوا نوجدوا كل شيء على اتساع، ماشي حتى النهار اللي حنا غادي نطيبوا فيه عاد نبداو نوجدوا وعاد نبداو نجريو. يعني نقدروا نحطوا شي حاجه، نقدروا نساو حوايج اخرين. فمن الاحسن اي حاجه واخا تكون عندنا غير طابله، واخا يكون جايين عندنا غير جوج الناس، نحاولوا ما امكن اننا نوجدوا كل شيء على اتساع باش هكا يبقى لنا الوقت لحوايج اخرين. هنا الحلوى قادينها، من بعد ما قاديناها غادي نتشاركها معكم. من في الفلوق اللي فات قلت لكم راه شرينا الحلوى، فهادو هما الشكيلات اللي خدينا بنان وزوينين. هادي كيقولوا لها المرشوشه، واعره واعره واعره، بنينه بزاف بزاف. هادي حتى هي باللوز اللي وسطها لوزه، حتى هي باللوز. ميمي حتى هي كتوريكم الفقاس. وهاد الصابلي حتى هو زوين، حتى هو باللوز والفقاس، فشكيلات زوينين. وهنايا قادينا اللوز والقرقاع والتمر اللي حتى هما تقديناهم ووجدناهم معنا في الفلوق اللي فات. صافي حيدنا داكشي ديال شرب اتاي، جينا دابا باش نوجدوا الصينيه. درنا اتاي، وهنا كنديروا في السكر، غادي نديروا الزعتر بالنسبه للناس اللي كيبغوا الزعتر، او لا شي حد بغى الزعتر فحاولنا نحطوا حتى الزعتر. كما قلت لكم يعني حاولوا ما امكن انكم تحطوا كل شيء باش حتى شي حاجه ما تنقص ولا تنساوها ولا عاد يبدا جيبوا هذه جيبوا هذه. هنا صافي غادي نحطوا النعناع، وهكا غادي نكونوا كملنا الصينيه ديال الاتاي. من بعد ما حطينا عويشقات، حطينا هنايا سريبتات. بالنسبه للسيد اللي غادي يعمر اتاي الا خاصو سريبتات باش يهز اولا معالق، حطينا كل شيء. صافي هنايا واجده الصينيه ديال تعمر اتاي. وهنا وجدنا البرارد، الكيسان، مسحناهم البرارد حتى هما تغسلوا. وهنا وجدنا هاد السريبتات باش يقدر يهز البرارد. صافي ها حنا تهنينا من الصينيه والمجايمع وداكشي، صافي تهنينا منهم. فدابا غادي نمشي للحمام. الحمام حتى هو غادي خصوني يعني نشوف اشنو فيه اشنو ما فيش، واش فيه فاطي واش ما فيش بابي جينيك، يعني اي حاجه غادي تنقص. هنا حطيت الطاس وحطيت فوقه فوطه، زعما الا بغى شي حد يغسل ولا شي حاجه. هاد الحمام هذا هو خاص غير بالضياف، راه يعني حتى هو دار ليه الميناج. الطواليط اعزكم الله تغسلات، لافابو تغسل، كلشي يعني الفاطي شفت اللي ناقصه اللي ما ناقصاش، الصابون حتى هو تحط، يعني ما خاصه حتى شي حاجه. ف يعني خاصنا نوجدوا ادق التفاصيل، خاصنا نفكروا فيهم. صافي من بعد ما سديت الدار وطلعنا، هنا اختي كانت كتوجد في المقبلات اللي حنا غادي نديرو في العراضه.
الدنجال وغادي تشوي معاه الفلفله. الصراحه هاد الزعلوك اللي كدير هي كيجي بنين وزوين بزاف. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه. فهنا درت الفلفله ودرت الدنجال صافي، وغادي تخليهم هنايا، غادي تجمعهم في ميكا وتخليهم حتى القشره ترطاب، ومن بعد غادي تغسلهم. تبارك الله ما شاء الله، يعني شوفوا معايا على الدنجاله شحال كبيره، هي بغات توريها لكم. هنايا خدات الفلفله قطعاتها من بعد ما غسلاتها. هي الفلفله ما كتغسلش، يعني حاولوا انكم ما تغسلوش الفلفله. ديروا طاسه ولا بانيو فيه الماء، قشروا القشره من الفلفله وغسلوا يديكم، ما تغسلوش الفلفله. يعني بهذه الطريقه اللي كدير هي. صافي هنا مطيشه حتى هي راه شواتها، حكاتها، بغيتو تحكوها بغيتو تطحنوها على حسب اللي نتوما بغيتو. من بعد ما تشحرات الفلفله مزيان مع زيت العود، هنا الثومه حتى هي شواتها. صافي هنايا غادي تخلط لاصوص مع الفلفله. وبالنسبه للتوابل راهم هذوك اللي شفتو، غادي تخلطهم مزيان وغادي تخلي داك لاصوص يطيب. ومن بعد غادي تزيد القزبر والمعدنوس مقطعين، وغادي تزيد معاهم الدنجال اللي شفتوه معايا تقطقاتو، يعني ماشي قرداتو غير تقطقاتو بالمعلقه اللي كتحرك بها، لانه هو كيكون طيب الدنجال المشوي راه كيطيب في ساعه. صافي وهنا غادي تبقى تحرك شويه بشويه حتى يندمجوا مع بعضياتهم. صافي وغادي نخليوه على جنب، وغادي نمشيو باش نشوفوا الخبيزه. بالنسبه للخبيزه راه كانت كونجلي، يعني شوفوا معايا راها مكونجليه، وقطعات عليها الثومه. هذه كانت باقا خضره ما طيباش، كانت مقطعاها خضره. وهنا من بعد ما طابت صافي غادي تصايب ليها حتى هي لاصوص ديالها. بالنسبه للاصوص ها هو راه صايباتو، درت ليه الحامض، زيت العود، التحميره، الكمون، البزار، وزيت الزيتون اللي هي كدير فيها زيت الزيتون بزاف باش يلا كتجي بنينه. يعني هنا راه عندنا كيما شفتوا جوج الميكات ديال الخبيزه. فصافي هنا غادي تخليها، غادي تحركها مزيان وتخليها تشحر على خاطرها، غتنقص عليها البوطه وتخليها تشحر على خاطرها. يعني شوفوا معايا شحال ديال الزيت، لان هي كدير فيها الزيت بزاف، واصلا الخبيزه كتبغي الزيت. صافي هذا النهار الغد ليه، من بعد ما وجدنا كل شيء الغد ليه، اول حاجه غادي نبداو بها هي الدجاج. بالنسبه للدجاج انا ما غاديش نوريكم الطريقه، لان الدجاج غادي ندير ليه فيديو بوحدو، فما غاديش نوريكم زعما الطريقه ديال التحضير اولا التوابل اللي درنا فيه اولا هذا. صافي يعني حتى ندير لكم فيديو اخر خاص بالدجاج، لانه غيجي الفيديو طويل بزاف، فما ما غاديش نقدر نديرو. هنا من بعد ما درنا لاصوص يعني الحشوه ديال الدجاج، بدات اختي كتثقف فيه بالفرشيط، يعني لانه الدجاج كما شفتوا معايا جا وتغسل ودار في الفريزر وجبدناه ليله قبل. صافي هنا من بعد ما دارت لي لاصوص خلاته يترقد النهار كامل حتى لديك جويه ديك جوج ونص بحال هكاك، عاد بدات غتهزم ليه رجليه وعاد غادي تبدا طيبو. جا البنات بنين بزاف بزاف، غادي نوريكم الطريقه اكيد غادي تعجبكم وغادي تبقاو ديروها. صافي هنا كمل الدجاج درناه يطيب، وغادي نخليوه يطيب على خاطرو. طيبناه غير في الطنجره، ما درناش في الكوكوطات باش ما يتشتتش لينا، وفي الطنجره يبقى مزيان. بالنسبه للبسطيله حنا صافي راه غسلنا الحوت صايبنا كل شيء. بالنسبه للبسطيله انا مشاركاها معكم بزاف ديال المرات، يعني عندي بزاف ديال الفيديوهات ديال البسطيله، داكشي علاش ما شاركتش معكم التفاصيل ديالها اولا المقادير ديالها. غادي نخلي لكم الفيديو اللي فيه البسطيله في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوه. هنايا درنا الكالامار، درنا الكروفيت اللي هو جوج ديال الانواع، درنا شامبينيو الاسود ودرنا الشامبينيو العادي، ودرنا الفيرميسيل، درنا الحوت الابيض. يعني ما ديروش فيها الفرخ ما كيجيش زوين نهائيا في البسطيله، ديروا الحوت الابيض. صافي هنا غادي نزيدوه الصوجه، غادي دير العطريه ديال البسطيله، وغادي تزيد معلقه ديال الحار لان هي دارت فيها الحار، غتزيد معلقه ديال الحار اللي هو هذاك الحار حنا مصايبينه في الدار. صافي هنايا من بعد ما وصل الوقت البسطيله انها خاصها تعمر، غادي نطيبوها في الفران لان البسطيله كبيره. حنا عندنا فران كبير، ولكن من الاحسن تمشي للفران ديال الزنقه. صافي هنا عمراتها، غادي نديرو بسطيلات جوج ديال 45، يعني بسطيلات ديال العراس
هنا كاينين يعني شوفوا معايا في الصواني كبار بزاف، وجاو تبارك الله عامرين، وما نقولش لكم كيفاش جات بنينه بنينه بنينه. كما قلت لكم بسطيله راه سبق ليا وتشاركتها معكم بزاف ديال الفيديوهات. صافي وهنايا واحد السيده ما كتاكلش الملح، فدارت ليها اختي طاجين ديال البصله، و درت ليها الدجاج والبصله والبرقوق، يعني كما كنقولوا طويجين بلدي. شوفوا معايا جا بنين وبصحتها. جا غزال بزاف، مسكينه ما كتاكلش الملح. صافي هنا سالينا كلشي، ودابا بقى لينا الكروفيت اللي غاديين نزوقوا به البسطيله. هنايا غادي نشحروا، درنا ليه شويه ديال الزبده وشويه ديال الملح. وهنايا بالنسبه للتزيين ديال البسطيله، مطيشه سوريز، درنا الحامض الحار، والكروفيط ها هو تشحر حتى هو حطيناه حدا بعضياتو. حاولوا ما امكن البنات كلشي وجدوه على اتساع، ما تخليوش حتى لاخر لحظه. صافي هنا الدجاج راه طاب، وغادي ندخلوه الفران يتحمر. جا بنينه البنات، وجا الطريقه واعره، ان شاء الله غادي نتشاركها معكم قريب، وغادي تعجبكم الطريقه. وحتى البنه ديال الدجاج جات بنينه 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 بزاف. صافي هنا كما قلت لكم الدجاج راه طاب، غادي ندخلوه يتحمر. وهنايا وجدنا الزيتون، يعني الزيتون راه حيدنا ليه العظم حيدنا ليه العظم. بغيتو تخليوه بالعظم خليوه، بغيتو تحيدوه ليه يعني على حسب كل واحد واشنو كيبغي. صافي وهذاك الطريفات ديال الحامض عمرناهم بالهريسه وشويه ديال القزبر ومعدنوس للتزيين. انا غادي نديرو حنا 2 طباصل، فصايبنا 2 ديال يعني كل حاجه منها 2. صافي بالنسبه للدغميره، ها هي غادا كتشحر، يعني جات بنينه البنات. وشوفوا راه جات معلكه، يعني راه غير من الشوفه كتبان، اما الريحه خلاص ما نقولش لكم. والمذاق كتر وكتر وكتر. ان شاء الله غادي نتشاركها معكم وشوفوها غادي تعجبكم. صافي هنا بالنسبه للكبده، الكبده اصلا طيبه، فزدناها على لاصوص من بعد ما تشحر. وهنا صافي وصلنا للمرحله ديال الحطان. وجدنا الخبيزه الزعلوك حتى هو جبدنا لان كنا درناهم في الثلاجه. وهنايا درنا الخبيزات الطويجنات، درنا فيهم الخبيزه والزعلوك. غادي نشوفوا معايا 2 الانواع ديال الطواجن. هاد النوع هذا درناه للعيالات، والشكل الاخر غادي نديروه للرجاله حتى هو نفس الحاجه، الزعلوك والخبيزه. فحاولنا ما امكن كما قلت لكم البنات نوجدوا كلشي على اتساع. يعني الحمد لله. هنايا وجدنا الخبز، الحمد لله داز كلشي مزيان، وداز عراضه زوينه. فكلشي البنات وجدوه بكري ووجدوه على اتساع. وهنايا صافي البسطيله راه جات من الفران، شوفوا معايا كيفاش جات واعره وبنينه. غادي نخلي لكم الفيديو ديال البسطيله في صندوق الوصف، دخلوا ليه وشوفوه وخذوا المقادير. وهنايا الدجاج يعني ما شاء الله، شوفوا معايا كيفاش جا محمر، والدغميره معلكه، والريحه يا سلام، ما نقولش لكم كيفاش جا المذاق ديالو، ما تقدروش تقاوموه. فالله يعطي الصحه للطيابه اللي هي اختي، الله يعطيها الصحه. جا الدجاج زوين بزاف وجا بنين، وصراحه جا كلشي زوين ودازت ليله زوينه. بالنسبه للدجاج ديال العراضه، اي دجاج بغيتو تجيبوه، فحاولوا ما امكن انكم تجيبوه قبل، غسلوه وخليوه باش هكا يجي ملي تبغوا طيبوه يجي الصدر ديالو طري. صافي وهنايا وجدت الديسير. هنا صافي وصلنا للديسير. كنتمنى البنات تكون عراضه عجباتكم، وحتى الطريقه اللي حنا وجدنا بها والتفاصيل كامله تكون عجباتكم. وان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو ديال الدجاج قريب، وغادي نشوفوا معايا المقادير كاملين. وبالنسبه للبسطيله غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. نتلاقاو في فيديو جديد، وبسلام عليكم.